في المشهد اللي بعد كده ريان ساب ابوه مع مراته الجديده وراح مع صديقه كريس حمام السباحه علشان يغير جو شويه ويطلع من المود اللي هو فيه، لكن ساعتها فضل يفكر في مرات ابوه الجديده وصورتها مش راضيه تفارق باله. بعد كده بيشوفوا بنتين زي القمر ماشيين على حمام السباحه بيشمسوا، وريان كان معجب بيهم جدا علشان كده راح عندهم وفضل يبص عليهم وبدا يندمج مع حلاوتهم وجمالهم، علشان كده نام جنبهم. وبالليل ريان رجع البيت متاخر ووالده ومراته الجديده كانوا في الغرفه بتاعتهم بيهزروا شويه، ولما ريان سمع صوتهم كان غيران جدا. لكن بعد شويه يا معلم الشيطان بدا يسيطر عليه، راح فتح الباب بالشويش عليهم علشان يشوفهم بيعملوا ايه، لكن وقتها يا معلم كانوا هما الاتنين ناموا. بعد كده ريان سابهم ومشي وراح يكمل السهره مع اصحابه، لكن وقتها يا معلم كان باله مشغول بمرات ابوه وكان مستخسرها في والده اللي بيكرهه جدا من ساعه ما خلص على مامته. ولما رجع البيت يا معلم شاف مرات ابوه وهي بتعمل شاور وفضل يبص عليها من غير ما تاخد بالها. الغريب ان بعد شويه ايفان شافته وهو بيبص عليها وما اتكلمتش ولا عملت اي حاجه. بعد كده ريان انتهز ان هي موجوده في الحمام وراح جاب العقرب السام بتاعه وخباه على السرير اللي بينام عليه والده علشان العقرب يخلص عليه، لكن من سوء حظه يا معلم والده شاف العقرب وخلص عليه. بعد كده راح عند ريان وفضل يضرب فيه وقال له عارفك انك انت بتكرهني وعاوز تخلص عليا علشان فاكر اني خلصت على مامتك وانا تعبت معاك ومش عارف اقنعك ازاي اني ماليش دخل في اللي حصل ومامتك ماتت موته طبيعيه. راح ريان عرف ان هو بيكرهه جدا ومش عاوز يشوفه قدامه وبيتمنى اليوم اللي يموت فيه. بعد كده سابه ومشي. تاني يوم الصبح والده بيتكلم معاه وعرفه ان هو بيحبه جدا وطلب منه يصدق كلامه ان مامته ماتت موته طبيعيه ومحدش قرب منها، وطلب منه ما يعملش اللي عمله معاه مره تانيه لان هو راجل مريض وممكن يموت في اي وقت.